السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جو بروجرامينج في درس جديد إن شاء الله بنكمل فيه سلسلة الأكسس. إن شاء الله النهاردة في الدرس بتاعنا هنبدأ نتعلم إزاي بنجيت الداتا بتاعتنا باستخدام الأكسس. طبعا بعد ما إحنا عملنا انستول الباكج بتاعتنا ممكن نقدر نتأكد عن طريق الديبندنسز بتاعتنا في الباكج بالجيسون ونشوف الكلام بتاعنا فيه إيه أو الفيرجنز بتاعتي موجودة ولا لأ أو الأكسس موجود ولا لأ. وطبعا الأكسس بتاعنا الدنيا فيه زي الفل وشغال معانا والدنيا تمام. طيب إحنا محتاجين نعمل إيه عشان نبدأ نشتغل جوه الأكسس؟ أنا هاجي في فايل الآب بتاعي. إحنا محتاجين داتا نبدأ نتعامل عليها ونبدأ نشتغل بيها. إحنا ممكن ببساطة جدا نبدأ نلجأ للجيسون بليس هولدر أو نقدر نشتغل بالجيسون سيرفر أو نقدر نشتغل بأي فيك اي بي اي مؤقتا عشان نبدأ نتست عليها الكلام ده. تعالى كده نروح نشتغل على حاجة زي الجيسون بليس هولدر إن هو بيقدم لي شوية بوستات وشوية تولز كده ممكن نشتغل عليها. تعال ننزل تحت كده هنلاقي في الريسورسز بتاعتنا، في عندنا البوستس والكومنت والالبوم وكل الكلام الجميل ده. تعال نروح عند البوستس دي. طبعا هنا دي الاند بوينت بتاعتي او اليو ار ال بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه عشان افتش الداتا. طيب احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ تعالى نعمل كومبوننت هنا، نقول له ادي كومبوننتس، وجوه الكومبوننتس دي نعمل فولدر اسمه بوستس، وجوه البوستس دوت هنقول له ان احنا عايزين نعمل كومبوننت اسمها posts دوت جي اس اكس، نقول له ار اف سي. وتعالى نبدا نشتغل هنا، بس الاول نعمل import للكومبوننت بتاعتنا. تعالى هنا نقول له مثلا h1 دوت الاب كومبوننت عشان نكون مترجمين بس احنا واقفين فين، وبعد كده نعمل import للبوستس. طيب تعالى نروح كده جوه البوستس دي ونبدا نعمل فانكشن. الفانكشن ديت بتجت all posts، دي هتكون عبارة عن فانكشن بالشكل ده. طيب احنا بنيجي نعمل هنا اكسيوس عشان نبدأ نعمل لها import. طبعا لو احنا الاوتو امبورت بتاعتنا مش شغالة فده بيبقى في الاغلب من ان الفي اس كود ممكن يكون فيه مشكلة، فبنبدأ ان احنا ممكن يعني يا اما نفصله ونشغله تاني يا اما ممكن احنا نعمل import بايدينا، ولكن مش هتفرق. احنا تعالى نقول له هنا import وبنقول له هنا access from access. طيب خلي بالك ان احنا ساعات لما بنيجي نعمل import الاكسس ساعات بيعمل لها الاقواس الكيرلي براكتس دي، فتاكد دايما ان هي من غير الاقواس بالشكل ده. وبعد كده هنقول له اكسس، وببدا ان انا بعد ما بقول له اكسس بقول له دوت وببدا اختار الميثود اللي انا محتاجها او الحاجه اللي انا ببدا اقدمها او اللي بتبدا تقدمها لي الاكسس. زي مثلا ان انا ممكن اقول له جيت، فدي بالنسبه لي الميثود بتاعت الجيت. اقدر اقول له بوست، فدي الميثود بتاعت البوست. اقدر اقول له ديليت، فدي ميثود الديليت، وهكذا نقدر نستخدم كل الميثودز اللي موجوده. تعال نقول له جيت بالشكل ده وببدا ان انا افتح الاقواس بتاعت الميثود. باختصار كده الراجل ده راح جاي قايل لك ان انا باخد منك هنا اليو ار ال وباخد منك الكونفيجريشنز او الاوبشنز بتاعتي اللي انت محتاج تديها لي، زي الهيدرز، زي الاوثرايزيشن، زي البادي بتاعي او الداتا بتاعتي اللي انا باخدها منك. طيب احنا كنا قايلين ان احنا هنشتغل على اليو ار ال بتاع الجيسون بليس هولدر. تعالى نروح هنا كده وناخد منه اللينك الموجود هنا ونقول له ان انا ادي السترنج لينك بتاعي بالشكل ده. طيب بعد كده محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نقول للراجل دوت اني ادي الريسبونس اللي راجع لي. انا اقدر اقول له ان انا هنا ادخل دوت زن بالشكل ده، هات لي الريسبونس بتاعي، واقدر ان انا اريتيرن الريسبونس اللي موجود بالشكل ده. طيب ايه تاني انا محتاج ان انا اعمله عشان ابدا ان انا اشوف الداتا دي فعلا قدام عيني؟ طبعا احنا عارفين ان احنا جوه رياكت هنا بنبدا ان احنا نشتغل بالستيت او بنبدا نشتغل بالهوكس عموما عشان نبدا نعمل ستيت للداتا بتاعتنا او نبدا نكنترول الداتا بتاعتنا اللي موجوده. فاول حاجه احنا محتاجين نعملها ان احنا نروح للراجل دوت نقول له ان احنا هنعمل يوز افكت بالشكل ده. اليوز افكت هنديها ار فانكشن وهنديها اري فاضي هنا عشان يبقى الديبندنسز بتاعتها فاضيه وتشتغل معايا مره واحده بس. وابدا بعد كده اقول له ان انا عايز اكون الفانكشن دي جوه اليوز افكت. طيب بعد ما ببدا اعمل كده انا قلت له هنا ان انا عايز اني اجيب الاكسس بتاعتي من او اجيب الداتا بتاعتي من اليو ار ال اللي موجوده عندي ده
وثم استنى الريسبونس بتاعي اللي راجع لي. طيب انا عايز اطبع الريسبونس، ممكن اقول له هنا واحده كمان زن، وجوه الزن دي هقول له برده ممكن يرجع لي الريسبونس، وجوه الريسبونس دي اقدر اقول له كونسول لوج لمين، للريسبونس بتاعي بالشكل ده. وتعالى نعمل سيف عشان يبدا ان هو يظبط لي الداتا بالمنظر ده. فكده الراجع من الكول فانكشن بتاعتي هيكون الكونسول لوج عشان يرجع لي الريسبونس دوت. تعالى نروح هناك كده ونشوف. لو انا جيت هنا عملت F12 وجينا رحنا للكونسول، بصينا نشوف الراجل ده مرجع لنا ايه، هتلاقي ان الراجل ده مرجع اوبجكت بالشكل ده. واحنا لو عملنا ريفرش مش هنلاقي الايرورز اللي كانت موجوده، دي كانت حاجات لان احنا بدانا نغير بس في الاستراكشر مش اكتر. واحنا جينا بصينا هنا كده هتلاقي ان هو باعت لك اوبجكت، الاوبجكت ده فيه شويه حاجات كده موجوده، اللي يهمني منهم دلوقتي هو الداتا والستيتس بتاعتي، ان انا الدنيا عندي تمام، ان انا خلاص رجع لي الداتا فالستيتس بتاعتي 200. فمعنى ان الستيتس بتاعتي 200 يبقى معنى كده ان رجع لي داتا هنا. طيب لو احنا دخلنا جوه الداتا بتاعتنا دي هنلاقي فيها ال100 بوست اللي احنا عايزينها. طيب بسهوله جدا كده جوه الاكسس ان احنا عرفنا ان هي بتريتيرن ليا في الريسبونس بتاعها الداتا ده اللي انا عايزه، يعني ده هو اوبجكت وانا محتاج منه الداتا. طب اقدر اعمل ايه بقى عن طريق دوت، او اقدر باختصار كده ان احنا نعمل ايه، ان احنا ممكن الريسبونس بتاعنا ده نديستراكته عشان نخرج منه الداتا. طبعا طيب في الاول برضه عشان اوضح لك النقطه دي، الطريقه بتاعه الزن اللي احنا قلنا عليها ان هو الراجل ده قال لك انا بعمل بروميس، فبنجرب فيها فكره ان ازاي لو انا جيت عملت هنا الزن فقدرت ان انا اطبع الريسبونس بتاعي، واقدر برضه في نفس الكلام اكاتش مين الايرورز بتاعتي او اعمل اي حاجه انا محتاجها. يعني ممكن اقول له هنا رجع لي الايرور مثلا بالشكل ده، ادي الايرور، وعايز اكونسول لوج الايرور اللي موجود ده برضو ببساطه جدا نقدر ان احنا نعمله لو احنا عندنا اي ايرورز موجوده. زي مثلا لو انا جيت هنا كده غيرت على سبيل المثال خليته دبل اس، ايه اللي هيحصل؟ تعالى نروح نشوف كده ونعمل هنا ريفرش، هتلاقي ان الايرور اللي راجع لك بص طبعا معايا هنا، اقدر ادخل جوه اشوف اللي راجع لي جوه الريسبونس بتاعي. لو فتحت الريسبونس كده المفروض ان انا بيرجع عندي في الداتا هنا، بس عشان ده فيك اي بي اي فطبعا ممكن ما يكونوش مهندلين الكلام ده، ولكن برضه هو في المسج هنا قال لك ان الريكوست بتاعك ماله فيلد. يعني ساعات ممكن يكون الباك اند مهندل لي الداتا مرجع لي فيها عدد من الايرورز اقدر اعرضها لليوزر، وبرضه المسج دي بتكون مسج كده اجماليه بيعرفك ايه المشكله اللي موجوده عندك في السيرفر. زي هنا مثلا ان الراجل ده بيقول لك ان الريكوست بتاعك فيلد مع الستاتس كود 404، يعني دي حاجه مش موجوده، ده نوت ايه، نوت فاوند، يعني دي حاجه مش عندي 404، يبقى انت الريكوست اللي انت طلبته ده مش موجود اصلا. فاقدر ان انا اعرض الريكوست ده. فانا هنا قدرت كده باختصار ان انا اكاتش الايرور اللي راجع لي من الريكوست بتاعها، وبقدر ان انا ارجع الداتا عن طريق الزن او الكاتش عشان امسك الايرور اللي موجود. طيب دي الطريقه اللي احنا ممكن نشتغل بيها، وانا بفضل طريقه الاسync والاويت لان هي احسن شويه ومش بتلخبط. ان انا باجي هنا اقول له async بالشكل ده، وادخل جوه للراجل ده اقول له const، واقول له response مثلا equal الكلام دوت، واقوم جاي قايل هنا للاكسس بتاعتي await، واقوم جاي قايل للراجل ده كونسول دوت لوج لمين؟ للريس بتاعتي بالمنظر. لو احنا كده جينا بصينا، تعالى هنا كده نرجع نعمل ريفرش، هتلاقي ان هنا برضو بيقول لك الايرور بتاعك 404 بس ما عرضليش حاجه في الكونسول. ليه؟ لان انت ما عملتش كاتش الايرور بتاعتك انت، بس هنا كل اللي انت عملته تقدر تتاكد عن طريق النتورك هل الكلام دوت راح ولا لا. طبعا احنا هنا عشان سايبينها بوستس فطبعا نفس المشكله، ان 404 لو انا رجعتها بوست كده ورحت للكونسول بتاعي هلاقي ان الداتا رجعت. طيب الداتا ديت احنا قلنا ان هي اوبجكت، كل اللي انا عايز اعمله ان انا هقول للراجل ده بدل ما انا بقول له ريسبونس، لا انا هقول له ان انا عايز ادستراكت الداتا اللي موجوده. فكده باختصار انت دخلت جوه الداتا اللي انت محتاج تعرضها. لو احنا جينا دلوقتي بصينا كده هتلاقي ان هو رجع لك على طول الميد بوست بتاعي تاني. يبقى احنا كده اللي احنا عملناه ان انا لو جيت حطيت اي متغير هنا بيرجع لي الاوبجكت اللي راجع لي من الاكسس، فبيكون فيه كل الحاجات اللي انا محتاجها. طيب لو انا عملت ديستراكت للداتا بس فبقدر ان انا ارجع الداتا منها، فعن طريقها بقدر اشوف الحاجه اللي انا محتاجها. في ميزه ثانيه كده، لو انا جيت عملت كده الريسبونس وجيت قلت له وريني كده الريسبونس بتاعك، وجينا هنا كده بصينا هتلاقي ان ده الريسبونس اللي راجع. اقدر ارجع منه الداتا اللي احنا لسه عاملينها من شويه، اقدر ارجع منه الستيتس بتاعتي، اقدر ارجع منه اكتر من حاجه. فانا ممكن اقول للراجل ده كده لو احنا جينا هنا قلت له ديستراكت داتا وديستراكت ستيتس،
اقدر دلوقتي اعرض الداتا بتاعتي اللي هم الميت بوست، واقدر اعرض الستيتس بتاعتي بالشكل ده. فلو انت جيت بصيت كده هتلاقي ادي الميت داتا بتوعي وادي الستيتس بتاعتي 200. فاقدر ان انا احط كونديشن كده ببساطه، ولو الستيتس بتاعي رجع بحاجه مختلفه غير ال 200 فاقدر ان انا اكاتش الايرور اللي موجود. واقدر برضو عن طريق التراي والكاتش اعمل نفس الفكره اللي كنا بنعملها بالزن، ان انا ممكن اقول للراجل دوت كده ان احنا هنعمل هنا تراي، وجوه التراي ده اوبجكت بحط فيه الكلام بتاعي ده اهوت اللي انا عايزه، وباجي بعد الاوبجكت بتاع التراي اقول له كاتش، واقول له ايرور، وعايز ارجع الايرور ده فاقول له console log الايرور. تعالى كده نشوف، لو احنا رحنا بصينا هناك هتلاقي نفس الفكره، ان الراجل ده رجع لك البوست بتاعك والستيتس 200. لو جيت هنا قلت له بوستس وزودت لها اس هتلاقي ان هو رجع برضه رد لك هنا بالمسج بتاعتك. فاقدر ان انا اروح جوه الريسبونس اللي جاي لي اجيب منه على طول مين المسج بتاعتي. فممكن اقول له هنا console.log الايرور دوت ايه دوت المسج بتاعتي. لو احنا رحنا بصينا هناك هتلاقي ان مكتوب الريكوست بتاعي فيلد بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى دلوقتي لو انا الريسبونس بتاعي بالمنظر ده؟ نقدر نعمل ايه؟ احنا ممكن باختصار جدا نبدا نعرض ال100 بوست اللي موجودين عن طريق ان احنا ممكن نعمل هنا كونست بالشكل ده ونقول له بوستس وسيت بوستس بالشكل ده، ونقول له هنا يوز ستيت. واليوز ستيت دي الديفولت بتاعك ارجع لي باري فاضي. طب انا ليه بعمل كده؟ لان انا بسيت الديفولت للبوستس دي. طيب عشان عارف ان اللي هيرجع لي هنا ان الريكوست بتاعي هيكون مين؟ هيكون اري. وبعد كده بقول له السيت بوستس دي ممكن تيجي هنا تقول له ان انا عايز اسيت مين؟ الداتا اللي موجوده دي. طيب فانا دلوقتي عملت سيت بوستس للداتا اللي راجعه لي، واقدر برضو اعمل متغير تاني او ستيت تانيه كونست اسمها ايرور، وسيت ايرور، واقول له يوز ستيت بالشكل ده ونخليها بنل، لان طبعا في الاول ممكن ما يكونش عندي ايرورز. طيب في حاله ان عندي في ايرورز فممكن اجي هنا اقول له انت هتسيت الايرورز بتاعتك بالايرور دوت مسج. وتعالى نشيل الكونسول من هنا وتعالى نشيل الكونسول من هنا. طيب ايه اللي احنا عملناه دوت؟ ان انا عايز هقوم جاي هنا كده بعد الاسync فانكشن بتاعتي ابدا اعرض ال100 بوست اللي موجود. طيب ممكن نعمل الطريقه دي ازاي؟ ان انا الراجل دوت هقوم جاي هنا كده قايل له ان انا عايز اعمل يو ال، اليو ال ديت هبايند جواها الماب بتاعتي اللي هي hostess دوت ماب، وجواها اعمل ار فانكشن هقول له هنا بترجع لي البوست. وبعد كده اعمل الار فانكشن بتاعتي واقول له ان انا هريتيرن ال اي بالشكل ده، جواها البوست دوت تايتل. والتايتل دي انا جبتها منين؟ جبتها من البليس هولدر بتاعي ان انا عايز اعرض التايتل اللي موجود دوت. فقدرت ان انا باختصار كده اعرض التايتل اللي عندي دوت. ولو احنا رحنا بصينا كده هتلاقي ال 100 تايتل بتوعي رجعوا بالمنظر اللي انت شايفه دوت. طيب لو احنا افترضنا دلوقتي ان انا عندي الايرورز بتاعتي اهو، في ايرور موجوده، فاقدر ان انا اريتيرن الايرور هنا. طيب اريتيرن الايرور هنا ازاي؟ ان احنا ممكن نيجي نقول للراجل دوت في حاله ان الداتا بتاعتي رجعت فخلاص الدنيا تمام، ولو ما رجعتش انا عايز اعمل كونديشن معين. طيب فاحنا ممكن نعمل ده ازاي؟ ان انا ممكن اقول للراجل دوت هنا كده لو احنا جينا قلنا له ان الايرورز بتاعتي ايكوال نل، يعني معنى كده ان هي ما فيهاش اي حاجه تقدر تماب على البوستس بتاعتي دي وتعرض لي ال100 بوست بتاعي. طيب في حاله ان فانا عايز اعمل حاجه ثانيه مختلفه، فممكن اجي هنا بعد كده واقول له ان انا مثلا مش عايز اعمل حاجه، ولكن انا دلوقتي عايز اعرض الايرور. طب نعرضه ازاي؟ ان انا ممكن اقول له هنا كده ان احنا هنعمل h6 مثلا، h6، وجوه ال h6 دوت هنقول له هتجيب الايرور بتاعتي. وتعالى كده نروح نشوف، لو احنا بصينا هتلاقي ان دي الداتا عادي. لو انا رحت قلت له ان انا عايز اخلي دوت بوستس وازود له مثلا اس بالشكل ده كده، هتلاقي ان الراجل ده لو احنا خدنا بالنا كده، تعالى اعمل لك زوم، قال لك ان الريكوست بتاعك ماله فيلد، وقال لك ان الستاتس بتاعتك 404.
فقدرت عن طريق الاكسس ان انا اجيت الداتا اللي موجوده، ولو انا عندي ريسبونس برجع ريسبونس، او لو عندي ايرور قدرت ان انا اكاتش الايرور بتاعتي واعرضها كمان فين جوه الفرونت بتاعي او جوه اليو اي بتاعي. وده كان درس النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في درس